بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام على البشير النذير، السراج المنير، الطهر الطاهر، الدر الفاخر، العلم الظاهر، البحر الزاخر، المنصور المؤيد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. السلام على أمير المؤمنين ويعسوب الدين وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم. السلام على عين الله الناظرة ويده الباسطة وأذنه الواعية وحكمته البالغة ونعمته السابغة ونقمته الدامغة. السلام على قسيم الجنة والنار ونعمة الله على الأبرار ونقمته على الفجار، سيد المتقين الأخيار، نور الأنوار وسر الأسرار، علي أبو الأئمة الأخيار الأطهار. السلام على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، الصديقة بالأقوال، المباركة بالأحوال، الزكية بالعدالة، الرضية بالمقالة، المرضية بالدلالة، سيدة النسوان وحبيبة حبيب الرحمن، المستظلة أمام العرش في الجنان، البتول في الزمان، فاطمة الزهراء بنت محمد العدنان. السلام على الحسن المجتبى المسموم، والسلام على الحسين الغريب الشهيد المظلوم. السلام على أئمة المسلمين، السجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري والحج القائم المهدي، رحم الله من ذكر القائم من آل محمد. السلام عليك يا إمامنا، يا إمام العصر وناموس الدهر، يا منار الهدى، يا من لولاه لساخت الأرض بأهلها، يا سليل الأئمة الأطهار، روحي وأرواح العالمين لك الفدا. السلام على أئمة المسلمين، نور الأنوار وسر الأسرار، نعم هم النور، نور الله جل جلاله، هم التين والزيتون والشفع والوتر، مهابة وحي الله خزان علمه، ميامين في أبياتهم نزل الذكر، وأسماؤهم مكتوبة فوق عرشه ومكنونة من قبل أن يخلق الذر، فلولاهم لم يخلق الله آدم، وما كان زيد في الوجود ولا بكر، ولا سطحت أرض ولا رفعت سماء ولا أشرقت شمس ولا طلع البدر.